انا جايه ارد بعين العقل على كل النقد اللي جالي في الفيديو بتاع، طبعا التعليقات بشعه. لما انا قلت يا جماعه مش معنى ان احنا بلوجر فنطلع نفضح جوازتنا على الميديا، في اللي جوزها يضربها واللي جوزها يشتمها. الكاميرا مش الاسم حضرتك انك تفتحي الكاميرا ويا عالم ياهو ضربني وسرقني وخد سختي، والتاني يقول لك الحقوني مراتي بيتكلم داعمين، الحقوني، تقول لك منكم لله انت ما تعرفيش حاجه، البيوت مقفوله. عاجبكم قوي الشرشحه دي؟ عاجبكم شكلنا قدام العالم كله؟ انتوا عايزين كده؟ اه والله. فانا طالعه ارد عليكي تقول لي يا رب تشوفي، وواحده تانية كاتبالي بتقول لي يا رب تدوقيه. طب تعالى اقول لك، انت بيتك خالي من المشاكل؟ عارفه لو قلتي لا هديكي، لا خلاص مش لازم بده، مش هسكت لك. بيتك خالي؟ لا. لكن انتوا فرحانين بالشرشحه بتاعت اللي بيطلعوا هنا على الميديا. انا اقول لك ليه. انتوا عايزين تتفرجوا عليهم، انتوا بتعرفوهم انهم صح عشان انت عاجبك الفضايح، عاجبك اللي خانها، عاجبك اللي بيعها ذهبها، عجبك اللي سرقها وهي نايمه، عاجبك اللي خد عيالها وقفل الباب، عاجبك لما نطلع كلهم نقول لهم يا عيني ربنا يكون في عونك يا حبيبتي ازاي حصل لك كده. طب ما هي هتزود وهيطلع غيرها تاني يوم، وفعلا طلع غيرها وغيرها وغيرها. لكن لما نطلع نقول اللي انتوا بتعملوه ده غلط، كفايه فضايح، ولادكم مش هيعرفوا يقيموا عينيهم في عين الناس. هيبقى معاكي فلوس لكن الناس شايفاكي قليله طول عمرك. اللي يطلع يقول كده لا يبقى وحش ويا رب يدوقه. طيب بعد الشر عني وعن كل الناس يا رب يا قادر يا كريم. اول حاجه بس انا هفهمها لك ومش هتكلم فيها كتير. انت متخيله ان انا كواحده طالعه لك كده ما عنديش مشاكل؟ عندي زيك والله. اللي طايلك طايلني، كلنا في الهوا سوا. ها، طلعت لك على الميديا صوت، شرشحت، فتحت الباب واديت صوتين، ولا فتحت الشباك قلت يا خداي الحقوني؟ لا، قفلت بابي عليا، ما استحملتش، رفضت بس ما استحملتش. فهمتي حاجه؟ ده بقى مين بقى؟ ده ده رد ولاد الناس، ده رد المتربيين. سيبك بقى، سيبك من الفلوس، لان الفلوس على فكره في الموضوع ده بالذات ملهاش مكان. والله معاهم فلوس، ده اللي هنا معاهم ملايين ويطلعوا يصوتوا ويشرشحوا. عاجبك انتي؟ عاجبك جيل صغير زي بنتي كده يطلع يبقى فاهم ان الست اللي تحترم نفسها وما تتكلمش في كلمه على الميديا وتبقى فاهمه دي شاشه، وما تفضحش البيت، عيالنا دول يفهموا ان ده حاجه عاديه؟ مبسوطه انتي قوي بالاشكال دي صح؟ بقول عليهم اشكال ليه؟ عشان انا شايفاهم اقل من اني اقول عليهم بني ادمين. هو في بيت ما فيهوش واحده مطلقه؟ ما تجاوبيني. لا في كتير. معنى كده الستات دول وحشين؟ لا عادي، ظروفها ما سمحتش، ما ارتاحتش معاه، ما ارتاحش معاها. العيب مش منها لوحدها، منها ومنه. ظروف مش مرتاح، مش عايزين يعيشوا مع بعض. ليه مش كل اتنين اتطلقوا طلعوا بقى؟ احنا على كده البرنامج كله هيبقى مطلقات بس؟ ليه؟ اقول لك ليه. عشان في ناس محترمه تنفصل باحترام. وانا يا اختي قلت لك ان انا كبيره على الموضوع ده؟ لا يا حبيبتي، انا طلعت لك هنا كتير على فكره. ما كان عندي مشاكل في بيتي وكنت عند والدتي وهو سايب البيت شويه، مشاكل كتير بين اي اتنين متجوزين عادي. طيب ما طلعتش اتكلمت ليه؟ عشان الكلام ملوش داعي. الكلام هنا مش هيفيد في حاجه، الكلام هنا هيبقى فضيحه. انا وهو هنرجع وهنفضل ماسكين في ايد بعض، ويا روحي ويا حبيبي هات ايدك ابوسها، هاتي راسك ابوسها، سامحيني. هنفضل نمثل. اللي على الميديا مش هيروح، هيفضل طول العمر. وهتبقى وصمة عار في حياتي انا وهو، وانا وهو هنتصالح والدنيا هتبقى تمام. بس عيالنا هيرفعوا راسهم وسط الناس ازاي؟ هيمشوا مطاطين صح؟ انت عايزه كده؟ انت عاجبك الحته دي؟ اللي بتقولي بقى يا رب تدوقيه، خش كده على الفيديوهات بتاعتها. فيديوهات للفرفشه بس، وانا مش زعلانه على فكره، انا عادي، انت حره. انا عن نفسي انت حر ما لم تضر. بس انت مصدرها بزياده، انا شايفه. اللي بقى نهدى بقى، نهدى بقى عشان انت كده مواضيعك بدات تكبر وتطلع منك بره الشاشه. اهدي ياما. الرقي والناس المحترمه مش محتاجه ان حد يقول او لا، اللي بيختلف يبقى هو اللي غلطان. ليه يا حبيبتي يامك ما اتخانقتش في بيتكم في يوم من الايام؟ اتخانقت. باباكي في يوم من الايام ما مدش ايده على مامتك؟ انا بسال سؤال. في طبعا ناس، انا بتكلم الجيل القديم والجيل الحديث، وفي ناس ما عندهاش الكيمياء دي اصلا ولا الظاهره دي في بيوتها. حصل كتير. تلاقي مامتك مثلا، انا بقول لك امثله بتحصل في بيوت كتير، مامتك جاي لها عيلتها او عيلته بتضحك في وشهم وهم قبلها بيوم دابين في بعض مكسرين كل حاجه.
داخل لها ضيف بتعامله احسن معامله، ما بتتكلمش قدامه كلمه، وبينها وبينه ياكل لوحده وتاكل لوحدها، تنام في اوضه العيال وهو ينام في اوضه العيال او في اوضته وهكذا. هو ده ولاد الناس. يا ما اتخانقت انا وهو وجم اهلنا هنا زارونا، ما بنكلمش بعض عادي، بعد ما بيمشوا كل واحد فينا بيروح مكانه. سهله قوي على فكره، من غير ما اطلع واتكلم. ودايما لاحظ ان اللي بيتخانق بيقعدوا والله العظيم بيقولوا حاجات ما بتحصلش في بعض. يعني هنا في واحد طلع من قيمه يومين، الكلام ده حقيقي على فكره واعملوا بحث، بيتكلم على مراته ام عياله، بيت كده دافي قوي، بيطلعوا يقعدوا مع بعض ياكلوا حاجه. عارفين الدموع دي تفر من هنا من هنا، ومن دمعتين تبقى نازله من كل عين، تبقى شايفه ايه الدفى ده، ايه البيت الحلو قوي ده. وفي الاخر طالعين الاتنين يبستفوا في بعض. مش عايزه اقول كلمه هي اولها اوحش كلام في الدنيا. نزلوا من نظري بطريقه ايه ده، ايه القرف ده، انتوا عايشين مع بعض ازاي كده؟ لا فعلا الطيور على اشكالها تقع والله فعلا. طيب يعني اقول لك حاجه بقى، لما تختاري واحد اختاري واحد ما بيجيبش سيره اهله بالعيب، ما بيغلطش فيهم، نصيحه لله والله، ولا من قدامهم ولا من وراهم. اختار واحده ليها كبير، تسمع كلام امها وابوها كده تبقى رزينه. اختار واحده لما تتخانق معاها في اي مكان محترمه، يقول لها مثلا سيبيني في حالي دلوقتي انا مخنوق، تروح سايباك في حالك وماشي عادي خلاص، لما تهدى كلمني. لكن الموضوع تقول لك لا فهمني مالك، قول لي بس في اللي بتقعد تتلزق دي كده، دي بتجيب لنفسها الضرب. اعرف ان دي اخرتها مش هتسكت غير بعلقه. انت مع الضرب ولا ضد جدا، وبكره الراجل اللي بيعمل كده، بكرهه. يعني انت ممكن تعيشي مع راجل عمل كده؟ لا. طيب في راجل ممكن من كتر الخنقه، طبعا عملت حاجات كتير غلط في اول جواز، نظام ايه مثلا لا احنا مش هنتكلم، لا هنتكلم ليه، مش هنتكلم دلوقتي، ايه اللي يخلينا ما نتكلمش دلوقتي؟ ما انت لازم تفهم الحقيقه فين. حد قال له حاجه والحاجه دي كده، ما لازم افهمها له. طب مش عايز ينفع نتكلم دلوقتي، مش عايز يتكلم، انا اكسر حاجه هو يكسر حاجه. دي كانت حاجات غلط انا اتعلمتها يا حبيبتي مع السن ومع الوقت. انا بقول لك ان انا عندي 10 سنين، انا متجوزه بقالي سنه مثلا، مش عبيطه يعني. انا اكيد لما بقول حاجه انا عارفه انا بقول ايه، مش انت اللي هتعلميني اقول ايه. قالت تقول لي ربي ادعي وانت ربنا ياخد منك انت الدعوه ان شاء الله. حبيبتي الانفصال والحياه الزوجيه دي حاجه بتاعت ربنا، انت بقى دعوتك دي مش هتعملي اي حاجه على فكره، عشان تبقي فاهمه. انا في نعمه من ربنا، متجوزه او مش متجوزه مش هفضحه. ما تتخيليش كده، لو اللي بتتابعني انا متخيله ان انا في يوم من الايام هبقى زيهم، ولما اتطلق اجي اطلع اقول عمل وعمل. انا طلعت هنا معاكم مثلا كام سنه، انا من 2016 اخرها، خدنا جزء من 2017 اكونت نورسين اتسرق الاولاني، عملنا اكونت تاني في اخر 2017، فمعاكم من زمان قوي. انت متخيله الزمن ده كله ما سبتش البيت؟ ردي، ما اتخانقتش، ما حصلش فيه كوارث؟ حصل والله، زي اصل زيكم ومني ومنه ومنهم، وفي دخلاء في الموضوع، صحاب شويه، ناس شويه، جيران شويه، ومع ذلك ما طلعتش قلت حاجه خالص. الراجل وهو زهقان او متضايق ساعات بيزق مراته، يعني ابعدي عني عايزه اخرج من البيت مثلا. لما بتطلعي تتكلمي وتقولي ضربني وعملني، ولادك هيعيشوا ازاي؟ فما تجيش تقولي لي انا بالذات يا رب تدوقي، اصل انا الكلام ده ما بيفرقش معايا على فكره، يعني ما بيجيبش معايا. انا بالنسبه لي حياه زوجيه الحمد لله في نعمه، ما فيش حياه زوجيه انا راضيه وعادي هكمل حياتي طبيعي، مش انا اللي هتلاقيني طالعه بعيط لك هنا على الميديا. انت فاهمه غلط. اللي قدامك دي اقسم بالله ب1000 راجل يقفوا كده على الارض ويقولوا ان احنا موجودين. ب1000 ايه، ب1000 بمليون راجل، ولا يفرق معايا حاجه، كده عايشه وكده عايشه. صلي على النبي، حطي في قلبك واهدي ياما، اهدي بس عشان ما يجيلكيش سكته قلبيه وانت بتتكلمي. يا رب اكبر، دقك قرد بسابك. خلوني ساكته بقى، ده ايه ده؟ نطلع نضحك كده ونفرفش مع بعض ونتكلم في وصفات طبيعيه، مشاكلي انا ونورسين، ما بلاش تخلي الوش التاني يطلع عليكي. انا ليا زي مدرسين الدراسات الاجتماعيه، وشي حلو ووشي وحش، يطلع مع الطلبه الوحشين والوش الحلو مع الناس الاماره السكر العسل. اما انت بقى يا بتاعت يا رب تدوقي، انت فرحانه في فضايح الناس، قاعده عماله تفري ومبسوطه قوي. يا شيخه منكم لله، اقعدوا كده، اطلعوا انتوا كده على مشاكل غيركم والناس تتفرح وانتوا فرحانين. حسبي الله ونعم الوكيل.